الصلاة والسلام. أولا نظام العرب كان في التعدد لا حصر له، مش حدش حاسب حد، الحياة كلها فوضى، كلها فوضى، فما فيش حد للتعدد لا للنبي ولا غيره. طيب الإسلام جاي يضبط الحياة ويضع لها قواعد، وبعدين ده تشريع إلهي. يا جماعة هنستدرك على ربنا احنا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طيب عايزين نقنن الحياة. اولا زواج النبي كله التسعة اللي كان توفي عنهم، عارفين اللي قعد 25 سنة مع خديجة ولم يضم اليها اخرى، ودي السن طبعا اللي كان فيها قوي شباب، يعني من 25 ل 50. دي خلينا واقعيين، مش دي سن الاستمتاع عند اي رجل. لو هو رجل من الناس اللي بيتكلموا عنها هم كان جمع في الفترة دي، لكن هو ده حتى بعد وفاة خديجة سكت فترة وهو مش مستوعب واحدة تحل محل هذه السيدة أميرة النساء اللي وقفت معاه بمالها وبخلقها وبكل حاجة. مش متصور واحدة تيجي، لكن ده بيت وعباء رسالة وفي أطفال لسه. فاقترحت عليه السيدة خولة بنت حكيم: لما لا تتزوج من تعوضك بعض حنان خديجة؟ شوف التعبير، تعبير ست محترمة عارفة قيمة خديجة عنده، ما قالتلوش واحدة تعوضك خديجة، لا، بعض حنان خديجة. فسكت، والسكوت علامة الرضا، يعني موافق على الموت. فلما سكت ولم يتكلم قالت: يعني أنا تفوضني أنا أشوف لك؟ فقال: لا بأس، أنتن معشر النساء أرفق بهذا الأمر. قال: طيب إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا. قال: من الثيب ومن البكر؟ قالت: الثيب السيدة سودة بنت زمع بن الأسود، والبكر عائشة بنت أحب الناس إليك. خدوا بالكم ان الكلام ده سنة 10 من البعثة، وعائشة مرشحة زوجة للنبي ومرشحة زوجة لرجل ماتت زوجته وبيته فاضي عايز يتعمر، يعني تصلح لأن تكون، عشان تسمعوا الكلام، اللي تزوجها وهي طفلة. هي الآن سنة 10 مرشحة تكون زوجة، هو يتزوجها سنة 2 هجرية، يعني بعد 5 سنين من الكلام ده. وفي ابن اسحاق في السيرة بيقول عشان تعرفوا الكلام والتزايد والاتهام والافتراء على رسول الله، ابن اسحاق بيعدها من السابقين الى الاسلام هي واسماء، يعني اذا كانت سنة 1 من البعثة اسلمت وهنتصور انها طفلة عندها 4-5 سنين، يبقى عند الزواج كانت قريبة من 20. ادي حاجة من حاجات الافتراء، لكن للأسف في كتب كمان كتيرة من كتب السيرة بتقول هذا الكلام، لكن ده الواقع كده، ان رواية خولة صحيحة ان هي اقترحتها عليه، قالت له: عايز بكر، بتخيره بين 2، يا دي يا دي. طيب فكنت تعرض عليه عائشة اللي تصلح الآن أن تكون زوجة، وهو رأى ان البيت فيه فتيات في سن عائشة، فاطمة لا زالت وأم كلثوم لا زالت، يبقى عايز ست كبيرة، وسودة كانت تقترب من سن خديجة، يعني الست تستطيع أن تدير حركة البيت وتشرف على البنات في السن اللي السيدات عارفين السن دي بتبقى عايزة. فاختار سودة وأجل قصة عائشة، يبقى أول واحدة سودة بعد خديجة، ثم عائشة، ثم حفصة بنت عمر، وبعدين يعني الناس بيقولوا، وده كلام معقول جدا، ان هو الرسول ربط كبار الصحابة برباط المصاهرة معه، وانتوا عارفين المصاهرة في كل جنس وكل زمن من اقوى الروابط، خاصة لما تبقى مصاهرة قائمة
على الأصول وعلى المبادئ وعلى الطهر مش على المصلحة. فتزوج عائشة بنت أبي بكر، وتزوج حفصة بنت عمر، وزوج عثمان بنتين من بناته، وزوج عليا واحد. ادي كبار الصحابة الخلفاء الأربعة. يبقى سودة، عائشة، حفصة، وبعدين زينب بنت خزيمة أم المساكين اللي هي زوجها كان عبيدة ابن الحارث الذي جرح في بدر واستشهد، ترك أطفال فضمها ليرعى، وتوفيت بعد فترة، وبيقولوا بعد سنتين تقريبا من الزواج. وبعدين أم سلمة برضو زوجها أبو سلمة جرح في أحد ومات شهيدا من هذا الجرح، فتزوجها لأن معها أطفال أيتام. وبعد سودة جت قصة زينب بنت جحش، وقصة زينب تكلمنا عنها زمان، واحنا بنتكلم عن زينب وعن زيد وعن التبني وعن. وبعدين جويرية بنت الحارث كانت سببا في تحرير أكثر من 100 أسرة، لأن كل أهلها أخذوا أسرى في غزوة بني المصطلق. ولذلك كانت عائشة تقول عنها إنها صاحبة فضل كبير على أهلها. لما تزوجها النبي الصحابة أطلقوا سراح أهلها إكراما، لأن أصبحوا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. مين تاني لسه؟ احنا قلنا دلوقتي ماريا دي مش زوجة، دي لا مش زوجة، ليست من الزوجات. ميمونة لا، كمان صفية بنت حيي بن أخطب زعيم بني النضير، تزوجها الرسول بعد خيبر، وطبعا هي كمان من سلالة أنبياء، يعني جدها الأعلى هارون بن عمران. ولذلك لما كان بعض زوجات النبي مناقرة الحريم زي ما الحريم عارفين، يعني كانوا دايما يعني يدللن عليها، تقول له أنا بنت عمه، أنا بنت خاله، فكانت هي يعز على هذا الكلام، يعني عايزين احنا عرب قرايبه. فكان يقول لها قولي لهن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. يعني أنا بنت نبي وعم نبي وزوجي. دي بقى مفيش واحدة فيهم تقدر تقول كده، مفيش واحدة فيهم تقدر تقول كده. هو كان عليه الصلاة والسلام له ردود كده جميلة في مثل هذه الأمور، يخليها تنتهي إلى الود. يعني لما عائشة قالت لفاطمة ان يعني النبي اتجوز امك سيب وانا اتجوزني وانا بكر، فغضبت فاطمة على امها، زعلت على امها، فشكت لأبيها. وانتوا عارفين النبي كان يقول لفاطمة يا ام ابيها. شوف العظمة. فلما لها غضبانة فقال ان عادت، يعني لو قالت كده تاني قولي لها ولكن امي تزوجت ابي بكرا وانت تزوجته سيبا. يعني خدته هو شاب وبكر وانت بقى. اذا الزواج كله تم في هذا الاطار، اطار انساني. بل العقاد عليه رحمة الله، عباس العقاد، له كلام في العبقرية وغير العبقرية حتى عن هذه النقطة بالذات، نقطة الزواج. بيعتبر ان زواج النبي المتعدد هذا آية من آيات العظمة، عظمته هو، ودليل على عظمته وسمو خلقه، لانه غالبية من جمع بينهن كانوا أرامل وأمهات لأيتام وكبيرات السن. قال لو هذا كان شأن القادة الفاتحين كان في إمكانه أن يجمع أجمل فتيات العرب والعجم كمان. كان يعمل له عقد في البيت منهم يعني. لكن هو ما عملش كده، هو كان زواج ولذلك
تزوج البكر والسيب والصغيرة والكبيرة والعربية والأعجمية واليهودية والنصرانية عشان يبقى ده البشرية، هي البشرية ممثلة. وغير كده ده العلماء حتى علماء غير عرب وغير مسلمين بيقولوا معظم عظماء التاريخ كانوا عظماء بره في ميادين القتال او ميادين السياسة، لكن كانوا أرانب في البيت امام المرأة. لكن هذا كان عظيما في كل شيء وعظيما في كل بيت، بل في 9 بيوت في وقت واحد، وحياته ليس فيها شيء غائب، كل شيء مطروح. وفي القرآن لما اختلفوا على النفقة عايزين يبقوا زي ما الناس بيقولوا كده، جمعوا كلهم المرة دي. انتوا عارفين كان في معسكرات في بيوت النبي، عائشة وحفصة مركز قوة وزينب مش عارف مين يعني. فالمرة دي بقى وحدوا الموقف بقى، كل ال9 مطلب وعادي مطلبنا وانت تتصرف، مش انت الراجل. هذا موقف القرآن عرضه بتفصيل. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني حتى الخلافات الداخلية التي لا يعلم بها أحد أصبحت قرآن يطلع. إذن هذا العدد المتفاوت في السن وفي القبيلة وفي الجنس يعيش كله هذه الحياة كلها وئام وكلها ود مهما شابها في بعض الأمور، وبعدين هذا كله لا يشغله قط عن أمر من أمور الرسالة أو أمر من أمور الدولة أبدا. عظيم مرة في ميدان الجهاد وفي التشريع، وعظيم في البيوت. والعظمة المتواضعة انتوا عارفين كان يشتغل في البيت، يخط ثيابه ويخصف نعله ويساعدهم في عمل البيت، مع ان البيت ما كانش قصر يعني، ده هو غرفتين يعني، غرفة للنوم وغرفة يقابل فيها الناس اللي ومع ذلك كان يعمل بيده كمثل الأعلى. فيعني هو الناس ما لقوش عيب في الورد، قالوا له يحمر الخدين ينام. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أعلى يكفي يا جماعة. زي ما قلنا طلع وجد العرب زي ما طول السنة واحنا بنقول ونعيد، مش أمة، أشياء بتتحرك على الأرض. الفرس والروم ما بيهمهمش ايه اللي، ويمكن هذه النظرة التي احتقرت العرب وسيطرت على الفرس والروم هي كانت سبب في هزيمة الفرس والروم معا، لأن ما خبرش على بالهم أبدا، لم يخطر على بالهم أن هذه البلاد يمكن أن يخرج منها شيء له شأن أو يقدر يوقفهم عند حدهم. استناموا لهذه الفكرة إلى أن ظهر هذا الشيء وأصبح كل ده صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. مفيش عمل أمة وعمل دولة ونشر رسالة، كل ده في 10 سنين. 10 سنين لا تكفي لتعليم طفل القراءة والكتابة. صنع كل هذا وترك الأمة على المحجة البيضاء والمبادئ لا زال موجود. فما فيش يعني حاجة تعيب الرسول في هذا التعدد. ويكفي إنه هو حتى لما نزل تشريع للأمة واعتبر الحد الأقصى المباح في ظروف معينة لبقية الأمة، ظروف معينة، الجمع بين 4 زوجات مباح في ظروف معينة، أحيانا حروب، أحيانا أوبئة، أحيانا، إنما ده ليس واجب. لأن إحنا دلوقتي يمكن في مصر آخر إحصاء للسكان في مصر بيقول عدد السيدات يعني 48 وكذا من 100، وعدد الرجال يكمل النسبة، يعني في فرق يمكن نص في المية بين عدد الرجال وعدد النساء. نعم
زي بعضه برضه بنص في المية. يعني وفي كل المجتمعات تقريبا النسبة دي ربنا بيوازن الحياة. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ففي كل الكائنات تقريبا الذكورة والأنوثة تكاد تكون متساوية طالما الأمر عادي. لكن لما يحصل حرب مثلا في كل الدنيا الحروب بتطحن مين؟ الرجال. ودي الكارثة أوروبا. لعلمكم انه أوروبا قبل الحرب الأولى كانت الأوضاع فيها لا تختلف عن أوضاعنا من حيث الحفاظ على العرض ووضع المرأة تماما. لكن لما قتل عدد من الرجال، بيقولوا اللي قتلوا في الحرب الأولى حوالي 20 مليون رجل، طبيعي يكون في 20 مليون ايه؟ امرأة فائضة طلعوا يخرجوا للعمل ويشتغلوا وبتاع. بعد الحرب الثانية، آخر إحصائية للحرب الثانية، عدد القتلى من الرجال 68 مليون قتلى. طبيعي يسيبوا عدهم. وأنا شفت صدقوني يعني، لأن القضية معروضة في الغرب عرض مغلوط، وإحنا بنساعد على كده. العرب الخليج بالذات، عرب الخليج بيعتبروا اللي ما يجمعش بين 4 يبقى ناقص الرجولة. وحتى رجال الدين عندهم بيشتموا الأزهر إنه ليه ما بيروجش لل4. قلت لهم في مصر الواحد مش قادر على واحدة، سيبونا في حالنا، بعيدوا عنينا. فاللي هم عندهم هناك فقه ان ال4 دي لازم يعني ما يبقاش راجل اللي اذا خد. ولعلمكم السيدات هناك كانوا بيتقبلوا المسألة بشكل طبيعي. لكن دلوقتي بعد المسلسلات المصرية وان الزواج الثاني في مصر مندبة وشغلانة كبيرة، بدأوا هم السيدات هناك يتأثروا. وده كويس برضو، النفوذ المصري حلو في المسألة. لكن السيدات في أوروبا، وأنا شاهدت بنفسي وحاضرت في القضية، كنت باخد دورة مرة لغة إنجليزية، وكانت معظم الستات اللي بيشتركوا فيها، فقالوا لي هناك طبعا عندهم، فكان الكلام كله عن تعدد الزوجات وقضايا عموما الطلاق والحاجات دي. فالأول كانوا في فزع، لكن لما قلت لهم انتوا لو عايزين تسمعوا يبقى اخصص لكم محاضرة للمسألة دي نشرحها، وانتوا حرين تقبلوا ولا تقبلوا، مش هين نخليكم تأسلموا. اقسم بالله لما بينا لهم ان لان هناك طبعا الفوضى اللي حصلت دي بعد الحرب، ان الراجل بياخد واحدة ست يمشي معاها وهي حلوة وجميلة وشابة وبتاع، ساعة ما تكبر شوية يسيبها ويركنها وتبقى هي على الرصيف. الحالات دي مش ملايين، مش حالات صغيرة. زائد اكتر من 50% من الاطفال غير شرعيين. يعني الواحدة ماشية ويجرب ولدين 3 وما لهمش اب ومكتوبين باسمها هي، شيء طبيعي جدا عادي جدا، فيش مشكلة عندهم. لا تمثل حاليا لا تمثل ادنى مشكلة ابدا. طيب ايهما افضل للمرأة؟ انها تتعامل بالطريقة دي او تعيش زوجة ثانية او ثالث في ظل زواج شرعي معترف به قانوني امام الله وامام القانون وامام المجتمع، والاولاد يطلعوا يلاقوا لهم اب معروف؟ كانوا في منتهى الانبهار، يقولوا يا ريت. لان الست الكبيرة دي اللي مرمية في الشارع ما لهاش عائل، ما لهاش صرف النظر عن الاكل والشرب والحاجات دي، في الحالة دي الرحمة اللي احنا بنقول عليها هي المطلوبة، مش مطلوب اي حاجة تانية غير الامراض بقى الفتاكة اللي ترتبت على مثل. فكيف يعني ربنا بيشرع للناس تشريع عادل رحيم يجمعهم على الطهر وعلى العفة وعلى تلافي اي مشكلة تحصل في المجتمع. لان افضل للمرأة ان تضم زوجة ثانية وثالثة ورابعة من ان تظل فريسة للمرض والوحدة في الشارع. وفي النهاية كل القضية في يد المرأة، ولا يعاتب او يلام عليها الرجل قط، لا عندنا ولا في الدنيا كلها. يكفي ان المرأة لما يتقدم لها رجل متزوج تقول له اسفة، هيعدد منين؟ يبقى القضية عندكم انتوا المسؤولين على حلها. لما تيجي واحد لبنتك وهو متجوز ولا عنده ولد، لا لو شوف غيرنا بقى، انما بيرحبوا، صح ولا لا؟ يبقى مين السبب فيها؟ السيدات ولا الرجال؟
احنا عايزين نقول ان اي تشريع، الموضة دلوقتي، الموضة استدراك على الخالق سبحانه وتعالى، وقضية المواريث كمان. طب الناس اللي بيشرعوا للزواج المثلي في قوانين تجيزها البرلمانات في الغرب، اصبح الان شيء قانوني جدا، ده راجل يروح يتجوز راجل وست تتجوز ست. ومن المدهش ان بعض الكنائس بتعقد العقد ده، الكنائس كمان مش السجل المدني. هل هذا وضع طبيعي ولا وضع مرضي؟ ده وضع مرضي جدا. ان الناس الميراث اشمعنى ربنا يقول البنت تاخد نصف الراجل؟ طيب احنا يا جماعه ده البنت بتاخد راجل ونص على راي الشيخ الشعراوي، راجل ونص بتاخد راجلها نايبها يعني، وبيجي لها راجل من اسره ثانيه واخد نايبه، كله بتضم على بعض وتبقى هي يعني. اذا ربنا اللي بيشرع ده الميراث بالذات ربنا لم يكله الى النبي، وانما ايات الميراث مفصله تفصيلا في كتاب الله، كل الانصبه متبينه. اللي عايز يستدرك على ربنا هو حر، لكن احنا علينا ان نسمع ونطيع ونذعن بما امر الله به ورسوله. وكل عام وانتم بخير.